لي أنبه بأمر. الآن طالب العلم الموفق، نسأل الله لنا جميعا التوفيق، عندما ينام مبكرا وينوي بنومه المبكر أن يكون في يومه نشيطا في طلب العلم، ما يأتي إلى مجالس العلم خاملا كسولا ضعيفا إلى آخره، ينوي بنومه المبكر أن يكون معونه، أصبحت نومته عبادة قربة لله، بخلاف إذا ابتلي بالسهر. وأيضا نسأل الله العافية، الملهيات أحيانا تشغل، الملهيات التي في الأجهزة وتشغله وتطول، تأخذ من وقته، فيذهب عن هذا المعنى. لكن الذي يبكر بالنوم ويحتسب ويرجو أن يكون هذا معونة له ويكون في يومه نشيطا في العبادة والعلم والطلب والتحصيل إلى آخره، أصبح النوم نفسه عبادة، أصبح النوم نفسه عبادة. فالشيخ رحمه الله ينبه على أهمية التفقه في هذا الباب، وأن العبد الموفق المؤمن الصادق ربما نوى في نومه وراحاته ولذاته التقوي على الخير، التقوي على الخير. نعم.